تحية للجميع. هشام أزهر، نائب الكاتب المحلي في دائرة اليسار الديمقراطي في رحلة ظلال. اليوم كنشهدوا في إقليم ظلال واحد مسيرات أو 4 مسيرات جاءت من 4 جماعات مختلفة، من جماعة تاكلاف، جماعة تولكيت، جماعة إيت محمد، وكذلك نتحدث عن جماعة إيت عباس. هذه المطالب في عموميتها، أو هذه المسيرات في عموميتها عندها مطالب مشتركة، اللي هي مطالب أساسية اللي نحن في سنة 2025 من المفروض ان تكون هذه المطالب دون اللجوء الى مسيرات. مثلا عندما نتحدث عن تطبيب، عن مستوصف، عندما نتحدث عن مدرسه جماعاتيه، عندما نتحدث عن كهرباء، عندما نتحدث عن طريق، فهذه مطالب او اساسيات او ضروريات من اجل وجود الانساني. اذا الان المطالب ديالنا كفيدراليه اليسار الديمقراطي كما نطالب دائما في جميع بياناتنا، نطالب ببرنامج تنموي يصل الى الهامش كما يصل الى المركز، أن يكون هناك عدل في توزيع ثروات البلاد من أجل تحقيق مطالب هذه الساكنة التي لا تطلب شيئا كثيرا، بل تطلب فقط الأساسيات أو الضروريات من أجل العيش. وتحية للصحافة التي تتبع والتي تواكب هذه المسيرات وهذه الاحتجاجات.